السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واخا طولت عليكم سمحوا لي لظروف. آه كنت عندي زياده وزادت عندي بنوته. دابا نشارك معكم السابع. هنايا نرجعوا الفيديو. عندي هنايا الحلوه ديال الريشبون، كتجي رائعه الحق، كتقنو هشيشه، حلوه اللي كتعجب الجمهور كامل، المغرب كامل كتعجبو. هنايا عندنا شويه د الليمون محكوك، قريصه الملح، 3 بيضات نهرسوهم، غادي نزيد هانتوما كتشوفوا 3 بيضات متوسطين الحجم، كيكونوا على حرارة المطبخ، ما يكونوش باردين في النبيرة. كنزيد كاس ديال السكر سنيده، هي اللي كتعطيه لها ديك. نعملو شي كلاصي كنعملو سنيده. غادي نزيدو هنايا الزيت، كنعبرو بالكاس ديال العنبه باش كيبقى لنا هذيك العبار هو كيجينا ساهل، يا بزلافه يا بالكاس ديال العنبه. غنزيدو واحد فاني شخصيه كتعطي واحد المذاق ديال الفاني مزيون لاي حلوه. يتبعوا معايا المقادير ان شاء الله تصدق لكم. هنايا غنديروا معلقه ديال الكوفيتير، اي كوفيتير اي مربى عندنا. انا فضلت ندير هذا ديال المشماش ديال الحلوى، بقى نزوق به. هو اللي غنزيد له واحد المكونات باش يرطوا الحلوى. مغروفه كبيره ديال الكوفيتير كنزيد لها، هي ديال المشماش هي ديال الفريسه، الذوق اللي كيعجبكم، ولكن هو احسن هو المشماش كيجي معاه مزيان. كنحركوا المقادير مزيان، يا بيديكم يا بالخباط اليدوي. المهم كنحركوا البيض والسكر وفاني والكوفيتير، نحركوهم مزيان، وقريصه الملح. هنايا عاد نزيدو الزيت حتى كنخلطو المكونات مزيان. كنزيدو كاس ديال الزيت ديال العنبه، كنحركو المقادير حتى كيتجانسوا مزيان. هاد الحلوه كتجي ساهله دغيا كتوجد. هنايا غنديرو الطحين باش نغربلوه باش كتصدق معنا الحلوه مزيونه. وهذيك الحبيبات ديال الطحين ما كيبقاوش، كيجينا ساهل ملي كنغربلوه. غادي نديرو هنايا الخميره، هانتوما كتشوفوا خميره كبيره كنديرو غير النص ديالها. خميره بيضاء كنعملو غير النص ديالها، هي فيها 20 غرام، نعملو غير النص 10 غرام. دابا كنخلطوا المكونات مزيان مع الطحين حتى كتجمع لنا العجينه، كتجينا رطبه وطريه. ما كنزيدوش الطحين في دقه، بشويه بشويه حتى كتجمع لنا العجينه. ها هي هنايا وجدت العجينه، كتشوفوها كيفاش جات رطبه، كتكور بسهوله. وكنكوروها كويرات التتوين. هنا غنجيب اللاطه ديال الفران ونعمل فيها كاغيط باش نبدا نكور ونعمل فيها. ها هي كيفاش كتجي. الحبه كتجي ما هي صغيره ما هي كبيره باش كتجيكم مزيونه.
هي راه اصلا فيها الخميره وكتزيد تنفخ شويه. هنايا نستف الحلوه ديالي كامله نكوره ونستفها ونشعل الفران على نار مهيله متوسطه من تحت. نحسوا بالحلوه بدات كتشبر في راسها ونشعلو من الفوق يتحمر شويه ماشي بزاف. ردوا البال مع الفران. المهم دائما العافيه تكون مهيله متوسطه، ما هي خفيفه، ما هي باش ما تحرق لكمش الحلوه وما تكونش هذه باش ما تقسح لكمش الحلوه. هنايا عندنا غنعملوا هذاك الكوفيتير، غنعملوا له ما زهر والليمون ونخليوه يطبخ شويه فوق الماء، هو اللي غنديروه في الحلوه. الليمون كنعصرو شويه فوق منه. هذيك انا وريت لكم كوفيتير القرعه اللي كان ندير في هذه الحلوه كتجي مزيونه ومذاق هذا الكوفيتير ديال الحلوه مزيون. هيا هنايا الحلوه طابت، شوفوا كيفاش كتجي. ما خصناش نحمروها بزاف باش ما تقصحش وما نخليوهاش خضره. ها كنوريكم، ها هي محمره متوسطه. هنايا راه كيطبخ عندي الكوفيتير شويه ماشي بزاف، يسخن وصافي هو وجد. غادي نبقى ندير الحلوه ديالي في الكوفيتير ونفندا في كوكو. ها هو كوكو ديال الحلوه. صافي هيا انا كندير هنايا الحلوه ديالي غنعملها كامله في كوفيتير باش كتشرب هذيك المربى. هي الحلوه ما خصهاش واخا ما تكونش سخونه، خليوها حتى تبرد، ولكن الكوفيتير خصو يكون سخون، المربى خصو يكون طايب. صافي هنايا نبداو نحركو ديك الحلوه في المربى مزيان ونبداو نعملو وحده بوحده في كوكو، نفندوها في كوكو نحطوها في الطبق التقديم واحد شويه ونرجع لكم تشوفوا الحلوه ديالنا واجده. كتجي ساهله ماهله دغيا كتوجد معانا وكتجي لذيذه وفستيه ورطبه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وديروا لي لايك واشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم اي حاجه جديده ديالي. وشكرا لكم كاملين على التعاليق الزوينه ديالكم. حتى الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.